منين كنت صغير وأنا مهتم بهاد بنت خالتي ديال بصح، كنت كنعرفها مزيان ومزيان. علاش؟ حيت الصيف كامل 3 شهور تقريبا ديال العطلة كانت كدوز معاها. يا سلام! كتجي عندنا وكنمشيو عندهم، وديما في أي صيف وفي أي عطلة ضروري خصني نتلاقى بها من الصغر ديالي يعني. وأنا هكذاك. وفاش كنت كنبقى معاها ضروري كنت خاصني نتبسل عليها، وضروري كان خاصني أنني ندير معاها دوك البسالات اللعيبات راكم عارفين، نقيس من هنا وهادي وهادي، وأنا مازال صغير. كنضوي ليكم على 7 سنين، 8 سنين، 9 سنين حتى ل10 سنين، وحنا هكذاك. يعني كنعرفها من الصغر ديالي، وهي بطبيعة الحال ما كانتش كدير حتى شي حاجة، وكانت كتبين بأنه كيعجبها الحال مزيان. هاد بنت خالتي هادي عندها جوج ديال خوتها، واحد كبير شويه والاخر اللي صغير ديال بصح. وكنا متفاهمين بيناتهم، يعني الخوت وانا رحنا بحال الخوت، كيف كنقول لكم بحال العائله نيت ديال بصح خوت شقاق، لان خالتي كنعتبرها بحال الوالده ديالي. وبنتها بيان سير كيف قلت لكم راه شي حاجه اللي واعره واعره بزاف، وكانت كتعجبني من الصغر. كانت اون فوا كتنوض تمشي لشي بيت ولا شي حاجة ولا الكوزينة، كنت كنتبعها ومع الدار شوية كبيرة، كنعرف بأنهم راهم جالسين في البيت وراهم مجموعين، يعني ما كيشكوش كاع في شي حاجة. وكنمشي كنبقى نلعب معاها هكذا وتندير راسي راني كنتزافط معاها وتندابز معاها، وأنا راني جالس غير كنقيس أخويا، وراكم عارفين شنو كنقصد. بقات هاد الحالة هكدا يعني وحنا مازالين صغار. في أي صيف ضروري خصني نكون مستمتع ديال بصح ديك 3 شهور كدوز يا خويا. يا سلام! من صغري وأنا باسل، من صغري وأنا عزيز عليا هاد الشي هذا. يا سلام! واخا الفونطازم ديال الفيت راني كنت جايبو من الصغر ديالي، ولكن ما عرفتش علاش بقيت كنتسائل حتى أنايا، ما فهمتش علاش ما كنتش كنهتم ليها برجليها. واش حيت كانت متاحة ليا يعني أنني ندير فيها اللي بغيت، داك الشي علاش ما كنتش كنديها ليها في رجليها؟ واش ما عرفتش. المهم هذا سؤال ليومنا هذا مازال كنطرحو، وما كرهتش شي واحد يجاوبني عليه في التعاليق. يعني غير بقيت نمشي فحالها وكنبدا نقول ناري علاش ما قربتش للرجلين، ناري علاش ما قصهمش، ما عرفتش علاش. وكنبدا نتسائل هذا السؤال بزاف. وفاش كتجي المره الاخرى كذلك كنبقى غير مع الفوق والتحت، والو ما كنوصلش ليه ديال بصح. دازت المده شحال وشحال من عام ما جاوش عندنا وما مشيناش عندهم بحكم الالتزامات ديالهم، راكم عارفين الدراري تيكبروا كل وشغالاته، وحنا كذلك كل وشغالاته. كتولي تابع شي، بغا يدخل يقرا في شي بلاصه، شي عنده العرس شي حاجه، يعني ما بقيناش كنمشيو ونجيو وهما كيجيو عندنا في كل صيف. ولكن بيان سور العلاقه راه مازال ناضيه، ومازال ناضيه ديال بصح، والتماكنه شحال من عام ما تشوفناش. بقيت هكاك حتى لواحد الصيف اللي عرضني فيه خوها اللي كبير عليا تقريبا بشي 7 سنين بحال هكداك، كبير عليا وعشيري ديال بصح. قال لي شنو جالس كدير؟ ياك ساليتي قرايتك اخويا؟ اجي طلع لعندنا دوز معانا شويه ديال الوقيته، وديك الساعاتي سير فحالك. رحبت بالفكره وعجبتني بزاف، حتى من الوالده قالت لي سير تبدل الجو مع ولاد خالتك ودوز وقيته زوينه ديك الساعاتي ورجع في حالك. وانا من طبعي ما كنمشيش عند الناس، ولكن دابا قلت خاصني نمشي ضروري باش نحيي صله الرحم مع الخاله ديالي. داكشي اللي كان اون فوا بروغراميت صافي مشيت لعندهم كلشي، وداك دخلت سلمت عليهم استقبلوني بزاف. خالتي كتستقبلني بحال الوالده ديالي، عزيزه عليا ديال بصح. والدراري كذلك، راجل خالتي يا سلام، كلشي مزيان وكلشي ناضي. وانا كانت الصدمه باش انني ضربت على بنت خالتي كيفاش ولات. حتى راه واحد الهوته، راه ما يمكنش اخويا، راه ولات ناضيه كبرات وزيانت والفورما يا سلام. واخا هكاك ما حشمت منها وانا نقول ليها كبرتي يا العفيريته، اش هاد الزينه، دابا خصنا نجوجوك، صافي غير تسناني نخدم ونجوجك. وهذا الشيء بيان سير راه حدا امها كتسمعني وعندنا عادي وكنضحكوا، يعني عائله وحده. وفاش ضربت يا خويا على الرجيلات مين ما كانش كيغلاضوا يا خويا. واش دايره ليهم مسخوطه، دايره ليهم ديك الصباغه اللي كتكون مصبوغين غير الريوس ديال الظفار، راكم عارفين غير الرويصات ديال الظفار تيكونوا مصبوغين بالبيض، ولا كيكونوا دايرين شي تويشيه. المهم ما كنفهمش في هذاك الشيء. المهم
يا خويا الصداع ديال بصح. حتى والله ما نزقل هاد الشي هذا حدايا في الدار، والله ما نزقلو، عارف كيفاش غندير حيت الخوت خوها اللي صغير راه تقريبا عندو ديك 17 عام ومازال هبيل، يعني ما فاهم حتى لعبة. وخويا الكبير أنا عارف كيفاش داير السيستيم ديالو بالليل، حتى راه كيدخل لبيتو مع كيكون خدام في النهار، راه كيدخل لبيتو بالليل راه تيبقى عاطيها غير البابجي عزيزة عليه ديال بصح ما كيتفارقش معاها، وعاطيها الهضرة مع الناس وتما في بابجي. المهم أنا فاهمو كيفاش داير. حتى راه من أول ليلة مع التكينة مازال ما تانسطاليناش في بلايصنا، خوها يعني من بعد ما خرجنا أنا وياه وتقهوينا وجلسنا مع الدراري ودازت العشية واعرة مزيان، وخوها الآخر من بعد ما دخل حتى هو وكان دوز عشيتو وعطيه اللعب مازال تيلعب، يعني هبيل كيف ما قلت ليكم هذاك حالو ساهل ديال بصح. صافي جينا دخلنا تعشينا تانسطالينا كنتفرجو، الأخ قال لي أنا في البيت تما إلا بغيتي تجي راني تنكون كنلعب. قلت ليه صافي أنا واحد شوية نجي لحداك. بقيت جالس حداه شوية صافي هي هاديك قلت ليه خصني نمشي ننعس، أنت أخويا راك غادي ديرونجيني بالهضرة وداك الشي، خليني أخويا نمشي نعسها في البيت ديال التلفازة ونكون مزيان. شكون اللي ناعس في البيت ديال التلفازة أخي؟ ناعسة بنت خالتي وخوها اللي عنده 17 عام اللي قلت ليكم، هما بجوج تينعسو تما. وقلت لهم حتى أنا غنفرشها حداكم هنايا وما عنديش مشكل. تنقول لكم راه دار خالتي وراه ما كاينش غرام ديال الشك في كاع. خالتي وراجلها دخلوا لبيتهم سادين عليهم، راكم عارفين الدري شاد عليه في البيت وعطيها اللعب تما والهضره. انا وداك ولد خالتي الصغير وبنت خالتي هما اللي بقينا في هذيك البيت، ولد خالتي الصغير شاد الطابليت ديالو حتى هو جالس كيلعب ولا ما عرفت شنو تيدير، هي شاده التليفون ديالها وانا عاصر تنفكر كيفاش غندير نوصل ليها. ترى كنقلب على شي فيديو اللي يكون اتيرون خويا اللي نقدر نمشي حتى لعندها ونوريه لها ونشوف كيفاش ندير. هذا هو البلان اللي بان ليا كيفاش غادي ندير ندخلها. من بعد ما شفت ان خونا دور وجهه ولقيته بحال نعس يعني ولد خالتي وهي مازال شاده التليفون وانا في بلاصتي، مشيت حتى لحداها وشديت واحد الفيديو ديال الضحك وقلت ليها شوفي هذا البلان هذا شوفي، وكنوريه لها وهي كضحك وحتى انا كنضحك. وشنو درت في الساليت؟ ما رجعتش لبلاصتي لانني كنت جالس في الارض وهي في السداي، ما رجعتش للبلاصه ديالي بل نزلت لتحت جهه رجليها وبقيت جالس على السداري زعما راني كنقلب على شي حاجة أخرى. في ديك اللحظة وهداك الجو الهادئ والكالم اللي ما فيه لا صداع لا حتى شي حاجة، واللي كلشي مريقل وكلشي راك مهني منه وما خايف من حتى شي واحد، بقيت جالس تما وداير راسي بحال كنسكرولي في فيسبوك وداك الشي وأنا جالس في الأرض، ولكن متكي على السداري، والسداري شنو قريب ليا؟ قرابين ليا رجليها بزاف للوجه ديالي. وفي هذاك الجو مع أنا ما تنحشمش وأنا جالس مع الترخينة شوية، بقيت غادي وتنقرب وجهي لجهة رجليا، غادي وتنقرب وجهي حتى كنحس بالسخونية ديالهم في الوجه ديالي. هي شادة التليفون دايرة راسها راه ما مسوقاش، ولكن أنا عارفة بأنها راه عارفاني ودارياني. وواحد اللحظة اللي تفكرت داك الشي كامل اللي درناه في الصغر وأنني ما نخافش وما عندي مناش نخاف، اللحظة فين كنلصق الوجه مع الرجلين أخويا وما تنمرقش. حتى راه ما درت حتى شي رياكسيون، ما قالت لي لا بعد لا حتى شي حاجة، السيدة مازال شادة التليفون وكتقلب فيه، ويعني ما كتبانش ليا مزيان وما كنبانش ليها غير الضو ديال التليفون اللي كيبان حيت راه كلشي مظلم. مع شفت داك البلان ان ما هضرات ما دارت حتى شي حاجة، بقيت كنحك يا خويا وجهي تما، بقيت كنقيس وبقيت كندير أي حاجة طيح ليكم على بالكم درتها، لدرجة حتى لساني خدم وهي ما مبيناش وما دايرة والو، فقط خلي رجليها ما كتحركهمش وما كتقيسهمش كاع وما كتبعدهمش حتى البعودية. المهم دير اللي بغيتي. صافي تما كانت هي البداية عاوتاني ديال استرجاع الذكريات ديال الصغر، ومن تما نيت بدينا عاوتاني في البسالة، يا سلام كلشي هو هذاك. وداز هذيك السفرية لعندهم يا خويا راه ما نقولش ليك، قسما بالله كل ليلة إلا مت عليا مع راسي في الرجيلات، كاع دوك الشي اللي ما درتوش في الصغر مع الرجيلات درتو وأنا كبير دابا بلا حشمة بلا حتى شي حاجة، وكلشي ناضي والجو هو هذاك. دونك اخوتي فتيتي هي كانت هذه القصه ديال اليوم، كنتمنى تعجبكم، ما تنساوش ليا لايك سبسكرايب لي كومونتير اي حاجه دار ديروها اخوتي باش تشجعوني نجيب لكم الجديد، ونتلاقاو في الفيديو الجاي اخوتي وقصه جديده ولا رياكشن جديده، وما بقى لي غير نقول لكم تهلاو.